صباح الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا بافضل صحه وافضل حال. الكرش هو من اكتر المشاكل اللي بتواجه الناس اللي عايزه تخس. طيب تعال نعرف ليه الكرش حتى لو انت منتظم على الرجيم بتاعك وبتعمل تمارينك بيفضل الكرش والجناب من اكتر المناطق صعوبة في نزولها، وهي اللي بتفضل مخزنة معاك دهون، رغم انك ممكن تلاقي وشك بيخس وجسمك كله بيخس الا المنطقة دي. في الحلقة دي هغير نظرتك خالص عن فكرة الكرش والبطن، وهقول لك المشاكل اللي لازم تحط ايدك عليها وتركز عليها، عشان هي دي سبب وجود الكرش اصلا من الاول، وسبب احتفاظ الكرش بالدهون حتى وانت بتعمل رجيم او دايت. اهلا بيكم في قناه معلومات صحتك. لو اول مره تتفرجوا علينا، معاكم اخصائي التغذيه عمرو خالد. شرفونا باشتراككم وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل حلقه بننزلها جديد، ولايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس، وكل الناس اللي عندها نفس مشكلتك تتحل ان شاء الله. المشكله الحقيقيه في الكرش، الناس فاكره ان الكرش ده منطقه فيها دهون كتير، يعني الكرش بيساوي دهون كتير. غلط، الكرش مش بيساوي دهون كتير. الكرش بيساوي 3 حاجات: لخبطه هرمونات، مقاومه انسولين، تخزين او سوء التغذيه اللي انت بتعملها، سواء بتعمل دايت غلط او ما بتعملش دايت خالص، بتاكل جانك فود وبتاكل بقى مسكرات، بتاكل كارب عالي، بتاكل الحاجات دي كلها. فسوء تغذيه او سوء رجيم، لخبطه هرمونات، مقاومه انسولين. الكرش هو الثلاثه دول. يعني الكرش مش دهون فقط، عشان بس نبقى عارفين المشكله اللي عندنا ايه، عشان نعرف هي جايه منين اصلا، عشان نعرف بعد كده نعالجها. اسباب المشاكل اول حاجه قلناها دايت. الدايت بتاعك غلط، بتجوع كتير في اثناء اليوم وما بتحسسش نفسك بالشبع، فجسمك هنا بطبيعته ربنا سبحانه وتعالى خلقه ذكي، فيبدا يقول ان انا كده داخل على مجاعه او داخل على فتره ما فيهاش اكل، فابدا اخزن دهون. ايه اكتر منطقه بتخزن دهون؟ المخزن بتاع الدهون بتاع الجسم هو البطن والجناب. اكتر منطقه بتخزن دهون، واسرع منطقه بتلم دهون، وابطا منطقه ممكن تخرج منها الدهون. يبقى هنا لو انت بتعمل دايت غلط وبتجوع كتير، فهنا الجسم هيبدا يلاحظ ان انت داخل على مجاعه، فيقول لمنطقه البطن والكرش خزنوا دهون على قد ما تقدروا، عشان بعد كده ممكن نستخدمها كطاقه لو مفيش اكل. رقم 2، لخبطه الهرمونات. من اكتر الهرمونات اللي بتوقف الحرق عندك وبتلخبط الدنيا في جسمك وبتخليك تخزن دهون بشكل غير طبيعي هرمون الكورتيزول. ده بيجي منين؟ ده بيجي من الضغط النفسي والارهاق وقله النوم. عندك ضغط نفسي كبير، وعندك ارهاق وعندك قله نوم، يعني كورتيزول عالي. كورتيزول عالي يعني صباح الدهون اللي مش هتعرف تلمها من جسمك. وطبعا قلنا اكتر من بتلم دهون البطن والكرش. تالت حاجه مقاومة الأنسولين إحنا عاملين عليها كذا فيديو، وفي ناس كتير متكلمة عليها. لو عايز تتفرج عليها بشكل أدق هسيبها لك في آخر الفيديو ده، خش اتفرج عليها هتفيدك جدا جدا جدا. بس نظرة عامة، مقاومة الأنسولين هي الخلايا اللي في جسمك بتمنع الأنسولين يخش فيها، عشان كده بنسميها مقاومة الأنسولين. بتمنع الأنسولين يخش فيها عشان يبتدي بعمله وإن هو ينزل سكر الدم. فهنا ده بيخلي الجسم الحرق بتاعه برضو يقف ويخزن دهون بشكل كبير جدا، ودي ليها مصايب كتير قوي غير الدهون، ممكن توصلك لا قدر الله لمرض السكر من المرحله الثانيه. الحل الحل انك تنام كويس بالليل وتحافظ على راحه جسمك. الحل انك تعمل دايت مناسب ومتناسب مع جسمك جدا، يعني ما تجوعش، يعني تاكل اكل صحي، يعني تدخل كميه القيم الغذائيه اللي جسمك محتاجها. رقم 3، تتمرن تمارين فيها كارديو، فيها معدل حرق عالي. ما تتمرنش تمارين فيها انك تركز على تمارين البطن وتشيل اوزان وتعمل الكلام ده. الكلام ده مش هينزلك البطن. البطن هتنزل لما معدل حرق جسمك يكون عالي. فمحتاج انك تعمل كارديو كتير، محتاج انك تجري، محتاج انك تمشي كتير، محتاج تمارين ذات اداء عالي ومنخفض في نفس الوقت. علي الريت ونزل الريت، يعني لو بتجري هتجري باداء عالي وبعدين باداء واطي، اداء عالي واداء واطي، هتمشي بنفس الوتيره. بعد كده هنشرب ميه بكميه كافيه طول اليوم. الحاجه الاهم اللي انا بنصح بيها جدا الصيام يا جماعه. الصيام من اهم العوامل اللي بتحرق الدهون وبتخلي الكرش
يعني يتنسف في فترة قليلة جدًا. الصيام باتكلم على الصيام المتقطع، يا ريت نصوم 16 ساعة ونفطر 8. لو عملنا اللي إحنا قُلنا عليه بعد أسبوعين هتلاقي شكل جسمك نفسه اتغيّر وشكل بطنك اتغيّر، وهنا الجسم يبتدي يدّي إشعارات وnotifications للمنطقة بتاعة البطن، ابدئي احرقي دهون، إحنا ماشيين تمام، ما فيش مجاعة، ما فيش أي حاجة، الراجل ده عايز يخس. وخلينا دايمًا فاكرين إنك عشان تخس لازم توصل لشكل جسم مثالي، مش إن أنا أخس من حتة وحتة لأ، وأكيد ده هدفنا كلنا. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الحلقة، ولو حابين نعمل خطة شاملة وكاملة علشان خاطر ننسف بيها دهون الكرش والجناب، وخلي بالك لازم تستمر. الكلام اللي أنا باقوله ده مش هتلاقي نتيجة بعد أسبوع و2 و3، بس لازم تستمر عليه فترة. شوف أنت قعدت تعمل الكرش ده في كام سنة وتكوّن فيه في كام سنة، فما تجيش في شهر والّا تستحمل شهر 2، 3 لحد ما توصل لشكل جسم كويس وما يبقاش فيه دهون. لو عايزين خطة شاملة عشان ننسف بيها دهون الكرش ونتخلص منه خالص، اكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين الخطة الكاملة، وإن شاء الله لو لقينا تفاعل هنعمل خطة كاملة، فيديوهات حوالي 4 أو 5 دقايق، 4 فيديوهات أو 5 فيديوهات في بلاي ليست هتفيدك جدًا، 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 وهتكاد تكون هتوصّلك إن شاء الله للحل المثالي، ويبقى عندك بطن مسطحة كمان وعندك عضلات بطن لو عايز. متنساش تكون عملت لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، وتكون اشتركت في القناة وفعلت زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقة بننزلها جديد. اشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله. كان معاكم عمرو خالد، سلام.